مسائل وكيتوجهوا له خطابات ومذكرات وكيجيو الناس عنده حتى لباب الوزاره ان الديمقراطيه والشجاعه كتقتضي باش انه ينزل عند هذه المئات ديال العاملات والعمال ويخاطبهم ويقول لهم الجواب على المطالب ديالهم اللي هو كيعرفها مزيان. يجاوبهم علاش الاتفاق ديال 26 ابريل 2011 مازال ما تطبقش لحد الان. وهذا الاتفاق اللي تيقول بانه الحد الادنى للاجور في الفلاحه وفي الصناعه خصو يكون كيف هذا راه ماشي شي مطلب كبير. راه العمال ديال الصناعه العمال ديال الصناعه ما مطفرينوش. عندك حسابكم داك الحد الادنى للاجور في الصناعه راه شي حاجه كبيره، ولكن مع ذلك حنا متواضعين كنطلبوا فقط في هذه المرحله غير عدم التمييز مع القطاعات العماليه الاخرى، وكنقولوا بان خصنا الحد الادنى ديال الاجور في الفلاحه يكون بحال الصناعه وبحال قطاعات الخدمات والقطاع التجاري. وهذا الشيء هذا اتفقت عليه الحكومه. هذا ماشي مطلب ديال اليوم، هذا مطلب اللي اتفقت عليه الحكومه وموقع عليه الحكومه. اذا الوزير كان خصو يجي عندنا هنايا ويدوي معنا ويقول لنا علاش هذه الحكومه ما بغاتش تطبق هذا الاتفاق. هذه المساله الاولى. ثانيا الوزير ينزل عندنا ويقول لنا علاش القانون ديال الشغل ما كيتطبقش، علاش الحريات النقابيه ما كتطبقش. هذا وزير، هذا الدور ديالو تيقبض 5 المليون ولا 6 المليون في الشهر، وهو باش بالضبط يطبق القانون ديال الشغل، ماشي باش ملي نجيو حنا هنايا يبقى مخبع في البيروات ديالو. وحنا غادي نقولوا لهذا الوزير راه حنا اليوم احترمناك وما دخلناش لعندك لان سبقنا حنايا كعمال زراعيين. ملي ما بغاوش يتصنتوا لنا اقتحمنا حتى وصلنا المكتب ديال الوزير. المره الجايه الا ما بغاش ينزل حنا غادي نطلعوا عنده حتى لذاك المكتب ديالو. اذا هذه الكلمه الاولى موجهه للوزير. كلمه ثانيه موجهه لكم. الا كانت الباترونه ما باغياش تسمع، الا كانت الباترونه مازال باغيه تستغل داك الاستغلال البشع، الا كانت الدوله مازال باغيه تقمع، الا كانت الحكومه مازال باغيه تقمع، هذا الشيء حنا تنعتبروه عادي لان الباترونه هذاك هو الدور ديالها هو تستغل العمال والعاملات. قمع والله ما ركع قمع والله ما ركع قمع والله ما ركع قمع والله ما ركع. اذا كانت الباترونه هذا هو الدور ديالها، اذا كان المخزن هو يعاون الباترونه، فشنو هو الدور ديالنا حنا كعاملات وكعمال زراعيين؟ هو ننظموا راسنا، هو نوحدوا راسنا. اليوم انتم هنا المئات والمئات ديال العاملات والعمال الزراعيين غادي ترجعوا للمناطق ديالكم. اول عمل خصكم تقوموا به هو تنظموا الضياعات ديالكم اكثر، هو تنظموا الضياعات المجاوره لكم. هو انه الا كنا اليوم داخل الجامعه الوطنيه ديال القطاع الفلاحي 10,000 خصنا نوصلوا ل 100,000، خصنا نوصلوا ل1,000,000، خصنا يولي عندنا جيش احمر ديال العاملات وديال العمال الزراعيين. شوف اسمع اتحاد كيخلع، شوف اسمع اتحاد كيخلع، شوف اسمع اتحاد كيخلع، شوف اسمع اتحاد كيخلع. عاش الاتحاد. اذا هذه هي جوج كلمات اللي كنت باغي نقول لكم. الوزير خصو يتصنت للعمال، الوزير خصو يتصنت للعمال ماشي لذاك البيروقراطيه المتعفنه. وحنا عارفين بانه واحد من صحابو الكبار ديال البيروقراطيه المتعفنه اللي سميتو فاروق شاهين، صاحبو كبير كيتصنت له. اش كيقول له داك فاروق شاهين؟ عندك تمشي تجتمع مع ذاك الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، عندك تمشي تستجيب للمطالب ديالهم لانهم ما تيبغيوناش. هذاك فاروق شاهين كيكره الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي وكيكره العمال وكيكره الديمقراطيين وكيكره
الطبقة العاملة، ولكن مع ذلك هو موجود اليوم هو النائب ديال الامين العام ديال الاتحاد المغربي للشغل. الجمعية الوطنية للقطاع الفلاحي والوحدة المقابلة والكفاح السلاحي. الجمعية الوطنية للقطاع الفلاحي والوحدة المقابلة والكفاح السلاحي. إذا لا فاروق شهير لا سهيل، والطبقة العاملة مستمرة والدوام للطبقة العاملة. راه كيف قال اخ شميت قبيله، قال لكم بانه هما عندهم القوه، هما عندهم الجيش، هما عندهم البوليس، هما عندهم القوانين، هما عندهم القضاء، هما عندهم المدرسات يعلموا فيها حتى هي الخنوع وتعلموا فيها الدل، هما عندهم جميع الوسائل باش يستعدوا الطبقه العامله. ولكن حنا عندنا الوقت وعندنا العزيمه ديالنا وعندنا النضال ديالنا، وغادي نستمروا